قبل ما نبدأ، لا تنسوا أن تشاهدوا الفيديو للنهاية حتى تتمكنوا من مشاهدة تفاصيل الخدعة الغريبة اللي استعملتها العصابة النسائية. وإذا كنتم مهتمين بمتابعة أحدث القصص والأحداث الواقعية، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. عصابة نسائية تسرق محل ذهب بخدعة ماكرة. شاهد كيف تمت السرقة. في مشهد غريب ولافت، وثقت كاميرات المراقبة لحظة اقتحام عصابة مكونة من 4 نساء لإحدى محلات الذهب. العصابة دخلت المحل بطريقة عادية وكأنهن زبائن يرغبن في الشراء، قبل أن ينشغل البائع في عرض المشغولات الذهبية، لتستغل النساء الموقف وتتم عملية السرقة في لحظات خاطفة. المفاجأة أن البائع لم يكتشف الجريمة إلا بعد فوات الأوان، عندما عاد لمراجعة الكاميرات. الحادثة أثارت جدلا واسعا حول أساليب الخداع الجديدة التي قد يلجأ إليها بعض اللصوص. هذه الواقعة تفتح الباب لضرورة تشديد الإجراءات الوقائية داخل محلات الذهب. الكاميرات وحدها لا تكفي، فالتاجر غالبا لا يلجأ إليها إلا بعد وقوع السرقة. الحل البسيط والفعال هو تركيب مرايات على جميع حوائط المحل، بحيث يستطيع التاجر أن يراقب كل التحركات بمجرد التفاته أثناء إحضار القطع الذهبية للعرض. كما ينصح بعدم ترك أي قطع معروضة أمام أكثر من زبون في نفس اللحظة، والحرص على وجود موظف مساعد داخل المحل لمراقبة المكان بشكل دائم. التوعية والاحتياط هما خط الدفاع الأول ضد مثل هذه الأساليب، فاليقظة والوعي قد يجندان التجار خسائر كبيرة. لو شايف إن هذا المحتوى مهم ويساعد في توعية التجار، اضغط لايك وشاركه مع غيرك، يمكن تكون سبب في منع حادثة مشابهة. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة علشان نكمل معكم سلسلة من القصص الواقعية والتنبيهات المهمة.